السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. فيديو النهاردة باذن الله هنعمل مع بعض فطيرة الحلواني او فطيرة الفطاطري او الفطيرة اللي بالمكسرات. طعمها جميل جدا جدا. اكيد كتير مننا بيفكر ان هي صعبة وطريقة اعدادها صعبة، بس هي في الحقيقة مفيش اسهل منها. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا، واي حد يقدر ينفذها ويعملها. يعني مش هتاخد مننا وقت خالص، وكمان هنزينها مع بعض بمكونات سهلة وبسيطة. تعالوا بينا نبدأ ونشوف هنحضرها ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفيني بتمنى تشتركي معايا في القناة، هكون مبسوطة جدا بوجودك معايا. وطبعا لو عجبك الفيديو ده ما تنسيش تحط لايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. اول حاجة هبدأ بتحضير عجينة الفطير. في طبق عميق هضيف كوباية من المية اللي معايا كمان مية دافية. هضيف عليها معلقة من السكر ورشة صغيرة خالص من الملح. وبس كده، مش هنضيف بقى لا زبده ولا زيت ولا بيكنج باودر ولا خميره ولا اي حاجه. العجينه بتاعتنا هتتعجن بميه ودقيق بس. هبدا اقلب المكونات دي مع بعضها لحد ما السكر والملح يدوبوا مع الميه. في المرحله اللي بعد كده هبتدي اضيف 3 كوبايات من الدقيق. وطبعا الفطير اللي انت هتعمليه على حسب طبعا الكميه اللي انت عايزاها. الثلاث كوبايات دي اللي انا هستخدمهم هيكفوا العمل، اما فطيره كبيره اللي هو الحجم الكبير اللي هو الحجم العائلي، او فطيرتين متوسطين الحجم، او 4 فطيرات صغيرين بحجم الرغيف العيش الشامي. في الاول كده بدات اخلط الدقيق مع المواد السائله بالمعلقه، وبعد كده بدات استخدم ايدي في العجين علشان طبعا احس ملمس العجينه وطبعا اعرف اعجنها كويس. بعد كده معايا نص كوبايه من الميه، وهبدا اضيف طبعا ميه بالتدريج لحد ما العجينه بتاعتي تقبل سوائل او تاخد كفايتها من الميه. انا طبعا العجينه اللي انا استخدمتها هي محتاجتش الا كوبايه الميه اللي انا ضفتها، ومعلقه واحده بس اللي ضفتها عليها بعد كده. وطبعا الدقيق بيختلف من نوع لتاني، طبعا في دقيق بيقبل السوائل وفي دقيق لا. كل نوع بيختلف عن التاني. انتي بتبداي تضيفي الميه لحد ما العجينه بتاعتك تبقى قوامها ناعم وملمسها ناعم وتكون طريه كده ومش بتلزق معانا. تعرفي ازاي ان العجينه بتاعتك اتعجنت كويس او كده بقت تمام؟ بتبداي العجينه تسيب ايدك وتسيبي الوعاء اللي انت شغاله فيه او اللي انت بتعجني فيه. العجينه بتاعتي قوامها ناعم طريه ومش بتلزق، هو ده القوام المطلوب. انت لما تيجي تستخدمي دقيق استخدمي دقيق متعدد الاستخدامات، او يكون دقيق نوعيته كويسه. اي نوع تفضليه بس يكون متعدد الاستخدامات. انا هسيب العجينه بتاعتي دي ترتاح شويه لمده 5 دقايق بس. اي نعم، هي مفيش فيها خميره ولا اي حاجه، بس طبعا مكان العجين بتكون كده شدت معانا، فطبعا لازم نريحها شويه علشان نعرف نفردها بعد كده. بعد كده ببدأ انزل بالعجينة على السطح اللي هشتغل عليه. هبتدي اقسمها كده لجزئين، الجزئين الاتنين متساويين، لان انا هعمل العجينة بتاعتي او العجين اللي معايا هعمل منه فطيرتين متوسطين الحجم. ممكن تستخدمي العجينة كلها ان انت تعملي بيها واحدة بس مقاس كبير، فطيرة واحدة مقاس كبير. وممكن تستخدميها كمان في عمل 4 فطاير يكونوا صغيرين. ممكن الفطيرة كمان تكون كده بحجم الرغيف العيش الصغير. ببدأ افرد العجينة بتاعتي كده على السطح بالشكل اللي احنا شايفينه ده، لحد ما اخليها كده توصل للشكل المستطيل. طبعا بتحاولي ان انت ترقيها على قد ما تقدري. بتبدأي تفردي كده فيها بالراحة لحد ما تبقى شكل مستطيل كده. بعد كده هكون مجهزة معايا زبدة وتكون بدرجة حرارة المطبخ. هنبدأ ان احنا ندهنها كده على وش العجينة علشان هي دي اللي هتورق معانا الفطير. لو الزبدة بتاعتك فضلت متماسكة معاكي، لان احنا طبعا في فصل الشتاء، فطبعا طبيعي ان هي ممكن تتماسك شوية حتى لو خرجناها. مش هتاخد درجة حرارة المطبخ لان الجو اصلا بطبيعته برد. ففي المرحلة دي هتبدأي تحطيها كده على بخار مية لحد بس ما تفك شوية معاكي، وبعد كده تبدأي استخدميها. بعد ما فردت الزبدة على العجينة بالشكل ده، هبتدي بقى بالسكينة او بقطعة البيتزا بالشكل ده تعملي خطوط من اليمين والشمال. وهبدأ اجيب كده الطرف اليمين احطه على الطرف الشمال، وبعد كده هاخد الجزء كله واحطه في النص. اكيد الصورة بتوضح نفسها. زي ما انتم شايفين كده، هتبدأوا تجيبوا الاطراف تحطوها على بعض، وتاخدي الجزء اللي في النص تحطيه في النص. طبعا الحركة دي هي اللي هتورق معانا الفطير. بس كده هخلص بقى الجزئية كلها بالشكل ده. وطبعا هبدأ اعمل العجينة التانية بنفس الطريقة، وهسيب القطعة اللي انا عملتها دي ترتاح. قفليها بقى من تحت كده كويس علشان الزبدة ما تخرجش منها. وبعد كده هسيبها بقى كده على جنب، وابدأ اعمل العجينة التانية بنفس الطريقة. هبتدي افردها كويس جدا بالنشابة كده على شكل مستطيل، وبعد كده طبعا هدهنها بالزبدة برضو. حاولي بقى تكتري كده كمية الزبدة في المرحلة دي، لان الزبدة هنا هي اللي هتديلها توريقة جميلة جدا، زي الفطير اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. الفطيرة اللي انا هعملها معاكم ان شاء الله هتكون سادة، هتكون بس بالمكسرات مش محشية اي حاجة خالص. ان شاء الله في فيديو جديد ممكن نعمل الفطيرة اللي محشية بالكريمة، هتبقى برضو طريقتها سهلة وجميلة جدا. وبنفس الطريقة وبنفس الخطوات خلصت الفطيرة التانية.
هسيب بقى الجزء دي او الفطيره دي ترتاح على جنب كده، وهبدا اخد اللي انا جهزتها في الاول علشان نكمل برضو الخطوات بتاعتنا. بدات افردها كده بالشكل ده، وهبتدي برضو افردها بالنشابه تاني اكبرها شويه، وبعد كده هنبدا ان احنا نورقها بالزبده للمره التانية. بعد كده هجيب بقى الجوانب كلهم واحطهم كده على بعض، الطرف اليمين على الطرف الشمال، وهبدا ان انا اقفلها بالشكل ده، وهسيبها بقى على جنب واعمل الفطيره التانية برضو بنفس النظام. طبعا الخطوات دي كلها هي اللي هتورق لنا الفطيره. دلوقتي احنا عملناها يعني ورقنا الفطيره كده مرتين، واكيد طبعا التوريقات او الطبقات بتاعه الفطيره هتكون كتيره جدا. بدات افرد التانية بنفس الشكل، وبرضو دهنتها بالزبده بالشكل ده، وهبدا اجيب كده الاطراف والجوانب احطهم كده على بعض، وخلاص كده بقت جاهزه معايا. برضو هسيبها كده على جنب، وابدا اخد الفطيره اللي انا جهزتها الاول، علشان بقى هي دي اللي هفردها الاول، وهي اللي هتدخل الفرن اول واحده. زي ما انتم شايفين بدات اقفل عليها كويس جدا علشان ما تبقاش مفتحه كده من كل الجوانب، وهبدا اخد بقى اللي انا جهزتها دي في الاول، وهبدا ان انا افردها. لحد دلوقتي الدنيا سهله ومفيش فيها اي مشاكل خالص، يعني كده بشويه ميه ودقيق تقدري تعملي اجمل فطاير ممكن تحضروها. هبتدي بقى اخد الفطيره اللي انا حضرتها معاكم الاول، اللي هي كده ارتاحت معانا، هبتدي بقى افردها كده بالحجم اللي انت عايزاه. انا هنا زي ما قلت لكم عملتها كده وسط، بس اهم حاجه بلاش نرقها قوي علشان ما تبقاش رقيقه جدا معانا، وتبقى كده مش هتبقى حلوه قوي، يعني بلاش تخلوها رقيقه قوي عشان ما تنشفش معاكم. بعد كده جبت صينيه الفرن بتاعتي، وبدات كده ان انا ادهنها فرشه من الزيت، وهبدا بقى ان انا افرد العجينه بتاعتي زي ما قلت لكم. هسويها كده على شكل دائري علشان طبعا يبقى شكلها النهائي كده جميل، ما تبقاش كده ايه مش متساوي. طبعا الفرن بتاعي في الوقت ده بيكون درجه حرارته عاليه، هحطها كده في الرف الارضي خالص. طبعا هي مش كيكه ولا اي حاجه، لازم الفطيره تدخل على الرف الارضي او الرف من تحت خالص في الفرن. بتقعد في الفرن تقريبا ما بتكملش 5 دقايق. هي هنا كده في الرف اول رف من تحت، اول ما بتبدا ان هي كده تنتفخ معانا، وتبدا ان هي تلاقي القاع بتاعها من تحت بدا ياخد لون، ابداي تطلعيها كده في الرف اللي في النص، وافتحي الشوايه تاخد لون، وبعد كده خلاص خرجيها. بتسوي طبعا كل كميه الفطير اللي معاكي بنفس الطريقه. طبعا بعد ما بتخرج من الفرن بتبداي تحطيها كده في كيس شويه لحد ما تطرى معانا علشان ما تبقاش ناشفه. بعد كده بنخرجها ونزينها. كنت محضره شربات اللي هو شربات الحلويات التقيل، هبتدي اخد بقى كده شويه شربات وارشهم على وش الفطيره بالشكل ده. غلفي بقى الفطيره كلها من فوق، علشان طبعا لما نحط المكسرات عليها المكسرات تبقى متماسكه عليها، وكمان كده تبقى مسكره وجميله، لان احنا طبعا بنعمل فطير حلو، فلازم تبقى مسكره كده وطعمها جميل. ابدأي بقى شويه كده مكسرات، زبيب على جوز الهند على فول سوداني، ولو عندك اي مكسرات حابه تضيفيها ابدأي ضيفي معاها، بس طبعا انا عامله هنا ابسط حاجه علشان اي حد يقدر ان هو ينفذها. بعد كده معايا صوص، اي صوص عندك ممكن تضيفيه عليها، صوص فراوله، صوص توت، صوص شوكولاته، اي حاجه ابدأي اضيفي عليها شويه علشان برضو تبقى زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط. وشويه سكر بودر ابدأي رشيهم عليها بالشكل ده، وخلاص كده هو ده التزيين بتاعنا البسيط جدا، مفيش فيها اي مشاكل خالص. ما شاء الله شكلها جميل جدا، اللي يشوفها يقول بجد ده هي مشرية مش معمولة في البيت خالص. ونفس الطريقة هبتدي ازين الفطيرة التانية بنفس الشكل. هبتدي اجيب كده شوية الشربات، وهبدأ ان انا ادهن الوش بالشكل ده، وهتبدأي بعد كده ترشي بقى المكسرات بتاعتك، وهنحط بقى الصوص اللي عندك. طيب لو مش متوفر صوص عندك، ممكن لو عندك شوية مربى فراولة ابدأي كده حطيها في كيس تلاجة، وافتحي فتحة صغيرة من تحت ومشي كده الكيس، اعملي كأنك بتعملي خطوط عليها كده برضو، هتبقى برضو طعمها جميل جدا. ممكن تستخدمي اي صوصات، وممكن تستخدمي زي ما قلتلك اي نوع مربى عندك. انا هنا خلاص كنت زينتها، اللهم بارك، شكلها جميل جدا جدا جدا، وطعمها بجد حلو قوي. يعني اللي اول مره هيجربها هتطلع مظبوطه معاه من اول مره باذن الله. وده بيكون الشكل النهائي بتاعها، مورقه وجميله وطعمها حلو قوي وطريه كمان. اهم حاجه عشان تحافظوا على طراوتها، ابداوا حطوها كده اول ما تخرج من الفرن، حطوها كده في اكياس علشان تفضل طريه شويه، وبعد كده ابداوا زينوها، وبعد كده بقى قدموها بألف هنا وعافية. وبكده بقى يا بنات نكون حضرنا مع بعض أجمل فطاير ممكن تجربوها في حياتكم. فطيرة الفطاطري الجميلة خلاص مش هنشتريها من بره تاني، يعني بكل سهولة نقدر ننفذها في البيت. ولو أول مرة بتفكري تعمليها إن شاء الله هتطلع مظبوطة معاكي 100%. وبمكونات سهلة وبسيطة وما أخدتش معانا وقت خالص، يعني بشوية مية ودقيق وشوية مكسرات عندك في البيت تقدري تنفذيها بكل سهولة. وبس كده يا بنات، الفيديو بتاعي بيكون خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، بتمنى تشتركي معايا في القناه، هكون مبسوطه جدا بوجودك معايا.
وطبعا ما تنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك، وطبعا بشكر الجميلة اللي كملت معايا الفيديو للنهاية. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.